دي توقعاتي لمباراة بكرة بالتشكيل لو تم التشكيل دوت. طبعا انا ما اعرفش لان في مفاجآت ممكن تحصل نتيجة ان في مصابين ممكن يرجعوا، ولكن انا بقول ان الشناوي والعش والمرعي وياسر وهاني، وفي نص الملعب هيلعب باثنين عطية، مروان عطية وديانج، وهيلعب بثلاثة قدامهم تريزيجيه وبن رمضان وطاهر، وهيلعب بجراديشار راس حربة. اما بالنسبة لنادي الزمالك فانا بقول هيلعب بصبحي، وهيلعب بعمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وبنتايج. قدامهم هيلعب بدونجا وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، على يمينه الفينا، وعلى شماله كايد وسترايكر او مهاجم الدباغ. في ثنائيات كتير قوي في المباراه ديت، التفوق كتير في بعض المراكز صراحه. يعني الجبهه بتاعت الفينا متميزه جدا وقويه جدا، الجبهه اليمين لنادي الزمالك اللي بيعتمد عليها في تسجيل اهدافه، وهو اقوى من العش او اي حد هيقف قدامه. ناحيه كايد لو ناصر ماهر مال على ناحيه كايد وعمل زياده عاديه هتبقى فيه مشكله ورا محمد هاني. وكذلك نادي الزمالك فيه مشكله ورا عبد الله السعيد دايما، لو استغلها بالرمضان وطاهر هتبقى جبهه قويه جدا من ناحيه اليمين. والمشكله اللي ما بين حسام وبنتايج دي لو الاهلي استغل فرصه اللعب من ناحيه اليمين، لان الاهلي دايما بيلعب ناحيه الشمال. ناحيه الشمال صراحه عمر جابر او الونش دي جبهه قويه، اختراقها صعب، ولكن هتحتاج مهاره زي مهاره بن شرقي، او هتحتاج لكسره عدديه زي ما الاهلي دايما بيعمل كسره عدديه هنا. وقت ما يعمل الاهلي كسره عدديه هنا هنلاقي دونجا ساب نص الملعب ورجع، وهنلاقي الفينا ادواره الهجوميه قلت. فبصراحه الجيم فيه شغل كتير، في شغل مدربين، في تكتيك مفروض انه يكون على اعلى مستوى. هنشوف ايه اللي هيحصل بكره.